السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله. جيت نشارك معكم اليوم بوشيار. كما كتشوفوا هنايا عندي الفورص الدقيق الابيض كما كتشوفوا، والفينو. الفينو راه رقيق ماشي الحرشه، هذا الفينو. وعندي هنايا شويه ديال الخميره على حسب الطحين. انا ما غنكثرش. عندي هنايا معلقه صغيره ديال معلقه صغيره عامره ديال الخميره حبيبات، وشويه ديال السنيده كما كتشوفوا. غادي نخلطهم حتى التالي. عاد غادي نضيف الملحه. بقاو معايا باش تشوفوا. غادي نخلط هاد العجينه ديالي بالماء دافي، وغادي نرخف العجينه بحال شكل الشفنج. وغادي نضيف واحد 2 معالق ديال الزيت العاديه. وغنخلط هاد المكونات ونخلطهم بالماء كما قلت لكم، يكون الماء دافي. وهاني معكم. صافي كما كتشوفوا دابا هنايا عندي كيجي بحال هكا، كيجي مرخيف. وهنا عندي خميره حمراء ديال الحلويات. غادي نضيف واحد شويه ديال الملحه. غنضيف بعدا شويه ديال الماء في هاد الخميره هادي، وغادي نعاود نعجنها مزيان وندلك مزيان هاد العجينه. ومن بعد غنضيف واحد شويه ديال الخميره على عفوا غنضيف شويه ديال الملحه على حسب الذوق ديالكم. هنايا من بعد ما زدت الملحه وعاودت له شويه الماء ودلكته مزيان كما كتشوفوا هاو كيفاش كيجي. دابا زدت له دهنته بشويه ديال الزيت. غادي نغطيه بالسلوفان وغادي نخليه يختمر لينا، ونرجع معكم باش نطيبوا معكم وغتشوفوا كيفاش غيجي. من بعد ما اختمرت لينا العجينه كما كتشوفوا، البقعات اللي كتطلق. دابا غادي نكورها شكل دوائر، وغنقرصها معكم باش تشوفوا، وغنطيبها. انا غنبدا نطيب فيهم. غادي نشد الكويره ديالي كما كتشوفوا هكا. غادي نقلبها للمقلوب ديالها وغادي نقرصهم، يعني ما غاديش نقلبهم من الفوق ديالهم، غنقلبهم ونقرصهم كما شفتوا كي الطريقه اللي درت. غنقرصوهم مزيان. نقرصها على حساب الا كنتو باغينها رقيقه غترققوها، الا كنتو باغينها تكون غليظه شويه راه نتوما على حساب كل واحد وطريقته. صافي دابا درتها. غادي نغطيها بشي حاجه، نغطيها بشي مغطى ولا شي حاجه. المهم غنغطيها هاد المقله هادي وغادي نخليها تبقى طيب حتى طيب مزيان. وغنقلبها باش طيب حيت نطيبو. وغادي ندوز باش تشوفوا معايا. من بعد ما بديت كنطيبها غادي نغطيها باش طيب مزيان. وهانتوما معايا، هانتوما كتعطيني هاد البقعات هادو. غادي تعرفوا دابا بدات كتصدق ليا مزيان بوشياره ديالي. المهم غادي نغطيها. انا ما عنديش، ما لقيتش شي مغطى اللي جاي قد هاد المقله هادي. غنغطيها بهادي ونخليها طيب مزيان ونقلبها. وهذا هو الشكل ديال البوشيار ديالنا كما كتشوفوا. بعد ما طيبته دابا غادي ندير ودابا غادي ندهنو بزيت الزيتون وشويه ديال العسل. غندير واحد الطريقه اللي انا كنديرها. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بقاو معايا. هنا عندي نفس المقله فاش طيبت الخبز ديالي. غادي ندير واحد شويه ديال زيت الزيتون، وغادي ندير واحد المعلقه ديال العسل. بما ان ولادي ما كياكلوش ليا زيت الزيتون غادي ندير لها شويه ديال العسل باش هكا ياكلوه ليا. غندير غير هذيك العسل باش تذوب ليا. هنايا عندي كما كتشوفوا هاد شويه ديال العسل. غادي نذوبو مع هاد شويه الزبيته. صافي وغادي نبدا نقص الخبيزات ديالي هنايا. غادي نطفيها بالغطاء هادي. غادي نجيب هاد البوشيار هادي وغادي نقصها في هاد الزيت باش تشرب ليا مزيان. صافي غادي ندير القياس ديالي اللي غناكل. وهذه هي النتيجه ديال البوشيار ديالي اللي شاركت معكم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، وتكون فرجه ممتعه وخفيفه على قلبكم ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه. الناس اللي دخلوا جداد عندي ضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله. وشكرا لكم والى اللقاء، الى فيديو جاي ان شاء الله.